احلى واجمل حاجه في سطايا بشكل عام ان الدنيا دايما تحسها بتضحك، الناس دايما مبسوطه. سطايا بالنسبه لي هو فندق من احلى الفنادق المناسبه للعائلات ومناسبه للكابلز بشكل عام، سواء انتوا متجوزين جداد او عايزين تقضوا انيفرساري او كابلز عموما عايزين تيجي تقضوا اجازه سعيده. سطايا بالنسبه لكم فندق ممتاز، في فرايتي كبيره في كل حاجه، من اول البولز. في هنا عندنا اكتر من 7 حمامات سباحه. اول بول وهو حجمه كبير جدا وده اكبر بول موجود هنا. البول ده اسمه الجيتار بول، في جزء مخصص للناس اللي هم اوريدي على كرسي متحرك ان هم يقدروا ينزلوا بالكرسي المتحرك لغايه البول. ريلاكس بول ده اكتر حاجه بتميزه ان هو للكبار فقط، فالناس اللي عايزه تقعد قدام البول وتستجم وتتبسط. الغرف، في غرف كتير متنوعه. وصلنا دلوقتي للغرف السويم اب. هو هنا اللي انت بتقدر تنزل من الغرفه بتاعتك للبول على طول. دي من الفنادق القليله جدا جدا على مستوى مصر اللي بتوفر غرف السويم اب للفاميلي، لان الاغلبيه بتاعت الغرف السويم اب بتكون للكبار فقط، لكن هنا حاطين فيها شويه سيفتي بحيث انك تقدر العائلات او الاطفال يقدروا ينزلوا فيها من الغرفه على طول، وبيكونوا اوريدي قدامهم البول الخاص بيهم. وده السيفتي اللي بنتكلم عليه، ان انت تقدر تقفل ده بحيث ان انت لو معاك اطفال تخاف ان هم مثلا يطلعوا او ينزلوا البول وانت مش واخد بالك او حاجه. وصلنا للسيجنتشر سويت، وده يعتبر سويت من احلى واجمل السويتات اللي موجوده في مرسى علم وفي سطايا اكيد. اريا الليفنج كبيره جدا وبيكون دايركت سي فيو وش البحر على طول. غرفه النوم تقريبا اكبر غرفه نوم موجوده في اي فندق تاني موجود في مرسى علم او من الفنادق اللي موجوده في مصر كلها، كبيره جدا. بالنسبه للسويت وهو الجزء الاوت دور كبير واسع، الجنينه دي كلها بتكون خاصه بيك انت بس. الجاكوزي هنا بيكون ستايل برايفت بولز شويه، يعني ما تقدرش تستخدمه بس هو كجاكوزي لان حجمه كبير، ممكن اب وام وطفلين يعوموا فيه، الدنيا فيها تبقى لطيفه. القسم المفضل للاطفال وللكبار برضه هو الاكوا بارك. الحلو هنا ان الكيدز اريا كبيره شويتين، تقدر تسيب فيها اطفالك. الالعاب بقى متنوعه، حتى في بلاي ستيشن اطفال يقدروا يلعبوا بيه، وفي حاجات كتير بقى ممكن يقدروا يلعبوا بيها، يرسموا يلونوا يلعبوا بازل. وصلنا دلوقتي للبوفيه بتاع العشاء، تعالوا نشوف شكله عامل ازاي. الاكل وتنوع الاكل وهو بصراحه ممتاز، يعني المطعم حجمه كبير جدا، هو مش مطعم واحد. ومعانا هنا الشيف ايطالي هو اللي بيعمل احلى واجمل انواع الباستا. بشكل عام اكتر حاجه بتميز البوفيه سواء في الغداء او في العشاء او في الفطار حتى هو التنوع الموجود على طول يوميا، من الغداء للعشاء ومن يوم للتاني. فانت لو قاعد 3 ايام او 4 ايام او اكتر، الاكيد انك كل يوم هتشوف دايما حاجه مختلفه عن اليوم اللي قبله. والمهم التست، مش مجرد بس التنوع. السبا طبعا تحفه، لو عايز تعمل مساج، الجاكوزي، كل الكلام ده موجود. في الحقيقه البحر من احلى واجمل الحاجات المميزه قوي 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 في سطايا، لان هنا على بعد تقريبا 5 كيلو من منطقه ابو دباب، ودي يعتبر منطقه محميه طبيعيه زي راس محمد كده اللي موجوده في شرم الشيخ. وبيكون في هنا كم شعب مرجانيه وكم اسماك وكم السلاحف وكم كائنات بحريه كبيره جدا، فالناس بتحب تيجي هنا عشان تعمل السنوركلينج. الجيتي هنا زي ما انتم شايفين كبير جدا، في بعض الاماكن جوه الجيتي تقدر تنزل فيها وتبقى في طول تقدر تعوم فيها عادي خالص. الشاطئ بتاعها يكون رملي ولكنها اقسام صغيره مش الكبيره قوي، فلو بتدوروا على فندق مناسب للعائلات او مناسب للكابل، سطايا هيكون اختيار ممتاز بالنسبه لك وهتقدر تقضي فيه اجازه سعيده باذن الله.